السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم عن عن الفيديوهات. الفيديو اللي بتاع مجلس الشعب والمواقع الإباحية. في ناس هاجموني وقالوا لي انت ضد يا محمود ان المواقع الإباحية تتشال. لا خالص، انا مش ضد المواقع الإباحية تتشال. مش معنى الفيديو اني طلعته ان المواقع الإباحية تتشال. انا بس كنت بتكلم. انا عارف طبعا ان المواقع الاباحيه دي يعني اهم خطأ من الاخطار اللي بتهاجم الشباب، في ان طاقتهم تضيع وتسلب هو. بس انا بتكلم عن الاولويات. حق الشهداء اللي لسه ما جاش من اول الثوره عدت عليها اكتر من سنه ولسه لحد دلوقتي حق الشهداء لسه ما جاش. انا بتكلم بس عن ان مجلس الشعب مش قادر يجيب حق الشهداء، مش قادر يجيب حق أهالي الشهداء اللي أولادهم ماتوا. بس أنا هتكلم على النقطة دي. الناس برضو اللي اتكلمت على الفيديوهات بتاعت الفيديو بتاع بورسعيد، قالت لي أنت بتمثل يا محمود. لا، بقول برضو لا، أنا مش بمثل، دي مشاعري. اللي حصل كانت صدمة للكل، مش ليا لوحدي. مفيش حد ما عيطش، كله عيط والله. مفيش حد ما عندوش دم ما عيطش. 74 واحد يموتوا في غمضة عين كده اهوت. بجد مفيش حد، بجد كانت حاجة محزنة جدا. شكرا لكل الناس اللي شاركوني رأيهم بصراحة، وقالوا لي على رأيهم في الفيديو وناقشوني وبالأدب، وقالوا لي على رأيهم بالأدب. وشكرا لكل واحد دخل على الفيديو وعمل لايك أو ديسلايك. وشكرا لكل الناس اللي بينصحوني وقالوا لي إن الصوت كويس بس الكاميرا مش قد كده. أنا في كلام على كاميرا جديدة إن شاء الله. أنا أهم حاجة بس في الفيديوهات، أنا ما يهمنيش خالص إن اللي يتفرج على الفيديو يعجبه رأيي. أنا أكتر من اللي يتفرج على الفيديو يهمني أكتر إن هو يناقشني فيه. لو شايف فيه إن رأيي غلط يناقشني، يكلمني، يقول لي يا محمود لا انت كده بتفكر غلط، يا محمود لا اللي بيحصل كذا، يا محمود لا اللي بيحصل مش ايه. ناقشوني، يفتحوا دور النقاش معايا. لو انا فاهم غلط برضو اتعلم من الاخرين. وشكرا لكل الناس اللي كلموني بذوق وبأدب. ناس كتيرة جدا. شكرا لكم. السلام عليكم.